يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا كل إخواتي وصحابي ومتابعيني والناس الغالية عليا. النهاردة الموعد الرسمي لفيديوهات التوفير. النهاردة بجد أنا جاية لكم فيديو مميز جدا ومليان أفكار جميلة قوي قادرة تخليكي توفري من مصروف اليوم. الفيديو بتاعي النهاردة كمان بيكلم الست اللي بتاخد مصروفها باليوم، اللي هو المصروف باليومية. وكمان الفيديو هيبقى مناسب قوي بكل الأفكار اللي فيه لكل الستات عموما، للستات اللي بتاخد مصروفها بالأسبوع، للستات اللي بتاخد مصروفها بالشهر. هتلاقي أفكار جديدة ومميزة قوي في الفيديو، فإن شاء الله عايزاكم تسمعوا الفيديو ده للآخر. ولو عجبكم الفيديو وانتوا بتتفرجوا كده في الأول ما تنسوش اللايك مهم جدا علشان بيخلي الفيديو ينتشر ويظهر لستات كتيرة قوي محتاجاه. كمان لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني من دعوة حلوة ليا ولبناتي، وعايزة اقول لكم بكل امانة دعواتكم ليا ولبناتي محققة في حياتنا مفعول السحر. مش قادرة اقول لكم ازاي. دعواتكم الخالصة من قلبكم وبحبكم السومة واصله لي انا وبناتي ومحافظة علينا ومنورنا طريقنا. واتمنى ان انتم ما تبخلوش عليا ابدا بالدعاء ليا ولبناتي، وانكم تدعوا لاسراء بنتي ربنا يرزقها يا رب بالذريه الصالحه ويديها ولدين في بطن، اللهم امين يا رب العالمين. وعقبال كل البنات ربنا يراضي قلبها وما يحرمش بنت ابدا من النعمه الكبيره قوي دي. ويلا بينا على طول على الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. عايزه افكركم الاول كده وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، اعملوا الخير، الخير بيجيب خير. اتبرعي برساله ب5 جنيه بس لاي مستشفى من دول، وشوفي الكرم وشوفي الخير اللي هيحل على بيتك. وربنا يبعد عني وعنكم وعن اولادنا جميعا يا رب المرض، ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. يا اهلا بيكم. ستات كتيره قوي بتبعت لي بتقول لي يا سومه انا باخد مصروفي باليوم، باخد 100 جنيه، باخد 150 جنيه، باخد 200 جنيه، زي ما ربنا يرزقك. الفيديو ده مليانة أفكار عملية وحقيقية من قلب بيتي، لأن أنا في يوم من الأيام كنت ماشية مصروف باليوم. ومش عايزة أخضكم وأقول لكم أنا كنت باخد مصروف في اليوم كام، لأنه كان يعني مبلغ صغير قوي. بس حقيقي اللي بيفرق في مسألة القرش أيا كان صغير أو كبير انك تكوني حابه بيتك، حابه حياتك، حابه الراجل اللي انت عايشه معاه. ده مهم جدا جدا. الست لو متقبله بيتها وحياتها والراجل اللي عايشه معاه، لو متقبله حيطان البيت اللي هي قاعده فيه، صدقيني القرش الصغير ده ربنا هيملاه بركه. ويوم ما انت وولادك تاكلي شويه مكرونه محمره جنبهم شويه بطاطس، هيبقوا في بقك احلى من 100 لحمه. هدوان السر والرضا، وان ابقى حابه عيشتي وحابه حياتي وعندي هدف كبير واسمى، ان انا اخلي بيتي ده احسن بيت من القليل. ان انا اجتهد في الحياه، اللي اقدر عليه اعمله. قدرت اوفر حاجه قدرت، ما قدرتش حمد ربنا على كل شيء. هو ده السر، مش الفلوس الكتير. ياما ناس معاها فلوس كتير وبيوتها مليانه نار والعياذ بالله. فالسر في بركه ربنا، في رضا ربنا، ثم رضانا احنا عن حياتنا وعن الراجل اللي انت عايشه معاه. فدي الحاجات الاساسيه اللي تخلي معاكي الجنيه يبقى بمقام 100 جنيه، وربنا يملى حياتنا كلها بركه. تاني حاجه، وزي ما قلت لكم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي يخص الستات اللي ماشيه باليوم ويخص الستات اللي ماشيه مصروف بالشهر. يعني هتاخدي افكار هتنفعك على مدار الشهر سواء. ويلا ندخل على اول نقطه. حضرتك بتاخدي 100 جنيه في اليوم، طبعا في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي صعب قوي 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 قوي، بس هنقول ده الامر الواقع، ده اللي في ايدك. وشايفه الراجل اللي معاكي عامل اللي عليه، مش مقصر.
يعني احنا بقى بعيدا عن انه راجل بخيل، على انه راجل ما عندوش دم، على انه راجل ما بيحسش، على انه راجل بيصرف على نفسه بس 500 جنيه وبيرمي لك 100 جنيه. حلقه النهارده مش بتاعه النكد ومش بتاعه الرجاله المقرفه دي، لكن انا في مساله ان الست جوزها عامل اللي عليه، بيديها كل يوم 100 جنيه للبيت، اتصرفي، ولادها راضيين. يعني ساعات ربنا لما بيضيق الحال في الفلوس يبعت عيال راضيين، يرضوا بطبق الفول اللي على الغدا، يرضوا بحته جبنه الصغيره في سندوتش وهم رايحين المدرسه. ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. لو قعدتي تسمعي حكايات الناس دي هتحمدي ربنا وتبوسي ايدك وش وظهر، وتقولي ازاي هم ربوا واكلوا وعلموا وكبروا وجوزوا. لما بيبقى في النفس من جوه رضا وحب الدنيا بتمشي وربنا بيبارك. احسن من عيل بياخد في اليوم 50-60 جنيه مصروف في ايده ويطلع عيل بايظ. ودي يا حبيبتي عيلها بيرضى باقل حاجه. هو كده الناس اللي عيشتهم ضيقه تلاقي عيالهم متربيين وقانوعين وبيرضوا باقل حاجه وحاسين بامهم وابوهم، ويطلعوا متفوقين ويطلعوا عينيهم مليانه. سبحانك يا رب. ربنا يا جماعه، هي الحياه مش حسبه 1+1=2 ابدا. الحياه مش كده. الحياه 1+1 ممكن يساوي 100. بتاعت ربنا دي مش بتاعتنا بقى. فخلينا في موضوعنا. حضرتك بتاخدي 100 جنيه النهارده، انت بقيتي استاذه عارفه ازاي تمشي يومك. ممكن تمشي يومك ب50 جنيه، وانا عارفه انا بقول ايه للناس اللي بتاخد 100 جنيه وظروفها ضيقه. ممكن حضرتك تشيلي من ال100 جنيه كل يوم 10 جنيه. لازم في الخطه بتاعتنا، مش عشان توفري، لا، ده انت عشان تملي بيتك خير. انت نظامك غير نظام الدنيا كلها. احنا مش عايزين نوفر، انا عايزه بيتك يبقى دايما مليان خير. طب هيبقى مليان خير يقسمه ب10 جنيه؟ هيبقى مليان ب10 جنيه. واسمعي معايا الفيديو للاخر. هنشيل كل يوم من ال100 جنيه 10 جنيه. حضرتك بتاخدي 200 جنيه، شيلي كل يوم 20 جنيه. الكلام ده على مدار الشهر. كل يوم هشيل 10 20 25 زي ما ربنا يكرمني وزي ما ربنا يرايد. طب اعمل ايه بعد كده يا سومة؟ دايما علشان انا مهتمه بالمحتوى بتاعي اللي بقدمه للستات العاديه زي حالاتي كده، اللي بيوتنا كلها ماشيه على الحلو وعلى اللي كده ونص نص وعلى اليوم الصعب وعلى اليوم، فتلاقيني بتفرج على جمهور شبهي. فربنا رزقني في يوم وانا بتفرج على تيك توك ست بسيطة الحال جدا جدا جدا، شابة صغيرة، مش عايزة أقولك حياتها وضعها عامل إزاي، لكن هي شابة. لو أقولك أنا بقف قدامها بكل الاحترام، إيه كم الرضا اللي جواكي ده يا بنتي؟ إيه كم الحلاوة والجمال اللي جوا روحك ده يا بنتي؟ جوزها شغال عامل في سوبر ماركت، بيديها يوم 50، يوم 60، يوم 70، يوم 100، ولازم تشيل من الفلوس دي مبلغ للكهرباء. لو اقولك هي بتدعي له ازاي وهي بتفتح الفيديو: جوزي النهارده ربنا يكرمه ويوسع عليه سايب لي 60 جنيه، الحمد لله، تعالوا نشوف النهارده هنعمل بيهم اكل ايه. فاول حاجه بتروح شايله 5 جنيه للكهرباء على مدار الشهر. الله اعلم هم مقسمينها ازاي. الفكره انها راضيه، حابه. صوت ولادها الصغيرين بسمعهم في الفيديو، ولاد ما شاء الله عليهم ما لهمش طلبات كتير. فانا خدت منها اغلب الافكار اللي انا جايه لكم بيها للفيديو النهارده. بتعمل ايه لما ولادها يطلبوا منها صينيه كيكه؟ تخيلي بتعمل ايه. ما بتقومش هيلا بيلا طلباتكم اوامر هعمل لكم صينيه الكيكه النهارده، لا. الست دي بتشتري طلبات الكيكه على مدار الاسبوع. يعني ايه سومه؟ يعني وهي نازله النهارده خدت 60 جنيه، تروح جايبه النهارده نص كيلو دقيق وشايلاه. تاني يوم خدت 70 جنيه، تروح جايبه بيضتين وشايلاهم. تالت يوم تروح جايبه كيسين بيكنج باودر وكيس فانيليا وشايلاهم. وهكذا بتجمع طلبات الكيكه على مدار الاسبوع كله. تيجي على اخر الاسبوع يوم الجمعه يكون عندها طلبات الكيكه كلها، تروح عامله لهم صينيه الكيك. هتقولي لي هي دي عيشه يا سومه؟ هي راضيه، والله ما بكذب عليكم، هي راضيه وعودت ولادها على السيستم ده. وولادها ما شاء الله ما شاء الله زي الفل، راضيين
وتسستموا. هما لسه عيال صغيره كده في ابتدائي. دي برضو من الافكار. يوم ما حضرتك يبقى مطلوب منك غدوه تقيله، صينيتين كيكه وعايزه ترشي على وشهم صوص شوكولاته فورماسيل وتظبطيه، هاتي الطلبات على مدار الاسبوع. يوم تجيبي ب 15 جنيه شوكولاته فورماسيل وترميه في درج التلاجة، تاني يوم تجيبي نص كيلو دقيق وترميه في التلاجة، تالت يوم تشتري 3 بيضات وترميهم في التلاجة، وهكذا. وتيجي يوم الجمعة تكون عندك كل الطلبات. الفكرة ايه؟ انك ما ضلعتيش نفسك، ما حسيتيش بالعجز انك مش قادرة تعملي للولاد صينية كيكة. لا يا حبايبي، ان شاء الله اعملها لكم يومين 3 بالظبط ونعمل صينية الكيكة. خلال اليومين 3 انت بتجمعي حاجة الكيكة وفي نفس الوقت ما ضلعتيش المصروف القليل اللي في ايدك. ويلا بينا على الفكرة الجاية. البنوتة الجميلة دي كمان لقيتها بتعمل حاجة ظريفة جدا. النهاردة يومها خلص بالسلامة، عملت اي اللي عملته اللي ربنا رزقها بيه، مشيت بيه اليوم. بتعمل ايه؟ حتة ورقة، وقبل ما تطلع من المطبخ، انا ناقصني النهارده صابون مواعين. هي طبعا بتجيب صابون المواعين اللي هو السايب اللي في اكياس اللي عند اللي هو الصابون العادي ده. ناقصني النهارده صابون مواعين، انا عايزه كيس صافو عشان الصافو اللي عندي خلص. عايزه اجيب بطاطس لبكره. هي بتفكر في بكره، ما بتفكرش عايزه اجيب بطاطس خزين. هي ماشيه اليوم بيوم. طيب بعد ما بتكتب الحاجات القايمه الطويله بتاعتها اللي فيها 10 طلبات بيتها محتاجها، بتعمل ايه؟ بتصحى تاني يوم تشتري كل الطلبات؟ لا، بتشوف ايه الضروري اللي محتاجاه النهارده، هيمشي النهارده هغسل هدوم العيال فانا لازم اجيب كيس الصافو، تنزل تجيب كيس الصافو. النهارده مواعين، لازم اشتري كيس صابون مواعين، تشتري كيس صابون مواعين ب5 جنيه اللي هيمشي النهارده. حضرتك كمان اعملي القايمه دي، كل يوم ورقه اكتب فيها الطلبات، واليوم اللي بعديه ازود عليها الطلبات. اجي بقى تاني يوم ان شاء الله ربنا ادانا العمر، اشوف انا بيتي محتاج ايه النهارده ومش هيمشي الا بيه. هسلق بطاطس، انزل اجيب نص كيلو بطاطس، كيلو بطاطس على قد يومي النهارده. خدتي بالك من فكره الموضوع؟ هي عامله الفكره دي وبسم الله ما شاء الله عليها، بيتها ماشي وبتوفر اخر الشهر الفلوس اللي بتدفع بيها فاتوره الكهرباء. وانا جايبه لكم صدقوني والله العظيم نموذج حي انا بتفرج عليها. ويلا بينا على الفكره اللي بعد كده. الناس اللي ظروفها على قدها، اللي بتاخد مصروف قليل قوي، ما تتكسفيش تشتري حاجتك بالنص كيلو والربع كيلو. ما تتكسفيش تقفي تجيبي نص كيلو طماطم، ما تتكسفيش تقفي تشتري نص كيلو بطاطس، ما تتكسفيش تقفي تشتري نص كيلو بصل، ما تتكسفيش. النهارده كل البياعين بقوا عارفين ظروف الناس ايه، فما تتكسفيش من حاجه زي كده. الدنيا كلها بقت غلا، والناس بقى عندها النهارده ميزان رقمي، تقولي له عايزه ب20 جنيه وينزلك ب20 جنيه بالظبط. فالموضوع ده ما بقاش فيه اي مشاكل، زي اللي بتروح عند بتاع الفراخ تقول له عايزه ورك فرخه واحد، فاش حاجه. الدنيا كلها بقت ماشيه كده. من الحاجات الحلوه قوي واللي انا كنت بعملها ايام ما كنت باخد مصروف باليوم، لا هي حاجه تكسف ولا هي حاجه عيب، دي شطاره من الست انها تعرف تمشي بيتها. ايه اللي كنت بتعمليه يا سومه؟ كنت لما اجي اشتري لحمه لازم اشتري معاها حته ماسوره، لازم، واخلي الراجل يكسرها لي واحطها في الفريزر. كنت لما اجي اشتري لحمه احافظ قوي على حته الدهنه اللي بتيجي مع اللحمه. دايما لما تروح عند الجزار يديكي لحمه يديكي معاها حته يجي ربع كيلو دهنه كده. كنتوا عارفين اما اجيب مثلا نص كيلو لحمه اسلقها في حله كبيره، والله العظيم ما بكذب عليكم، واحط معاها حته ماسوره واحط حته دهنه، امسك حته الدهنه دي اقسمها واحطها في الشوربه بتاعتي، وارمي طماطمايه وارمي جزرايه وارمي بصلايه وارمي ورق لورا واظبط الشوربه بتاعتي. طبعا الماسوره وحته الدهنه بتعمل شوربه دسمه قوي. فاعمل ايه بعد ما الشوربه تبرد خالص؟ ابتدي اعبي الشوربه دي في اكياس. مش عايزه اقول لكم الشوربه دي كانت بتنفعني قد ايه. كنت ايام كتيره قوي بمشي وبعمل طبيخ من غير لحمه، من غير حته فرخه، انا عندي شوربه، فكنت بمشي بيها يوم. وبعد ما اللحمه تستلق كنت انزل النخاع
من قلب حته الماسوره بيدي الشوربه طعم. طب حته الدهنه كنت بتعملي فيها ايه يا سوما؟ كنت بجمعها، انا خلاص طلقت اللحمه، كنت اجمع حتت الدهن دي في كيس بلاستيك وارمي في الفريزر، كيس بلاستيك وارمي في الفريزر لغايه اما اجمع شويه دهن حلوين. امسك الدهن ده اقطعه حتت صغيره واحطه في حله واسيبه على النار يسلي، ينزل السمن على نار هاديه شمعه، انا مش عايزاه يتحرق هيبوظ. النهارده كيلو الدهن ب 100 جنيه بس من عند الجزار. فانا اعمل كده ليه؟ ما انا ممكن اجمع كيلو دهن خلال شهر ولا شهرين، ايه المشكله؟ وبعد ما يتسلي خالص والدهن ده يهدى شويه كده ويبرد، اروح صباه ومصفياه في علبه تلاجة صغيره، واروح مغطيه العلبه دي. اجي مثلا يوم عايزه اعمل طبق ملوخيه بالليل، ما عنديش مرقه دجاج او ما بحبهاش، عايزه اسقي حله محشي صغيره سخنه كده نتعشى بيها احنا والعيال، مش عارفه اسقيها، بدل ما اسقيها بميه اروح جايبه حته دهنه من اللي انا سالتها في حله وعليها التوابل بتاعتي، وابشر طماطمايه وابشر بصلايه صغيره قوي واظبط الملح بتاعها، بتقلب معايا شوربه بدهن طبيعي ادتني نفس اللحمه بالظبط، واسقي بيها الاكل، اسقي بيها الطبيخ، اسقي بيها المحشي، اعمل اللي انا عايزه اعمله بيها، بتطلع لي الحاجه بنفس اللحمه. والدهن الطبيعي ده احلى من السمنه العلب، احلى 1000 مره من الزيت، احلى 1000 مره من مرقه الدجاج. بتعملي حله محشي، تاخدي حته سمنه كبيره كده من بتاعه الدهن اللي انا سالياها دي واشوح فيها البصلايه مع شويه الزيت، هيخلوا التخديعه بتاعه المحشي على جمالها تبقى زي السكر. فبرضو اعتمدي الطريقه دي، بتنفع جدا جدا. والشوربه في الفريزر بتنفع. عيل بالليل عايز طبق لسان عصفور، عايزه تحمري شويه مكرونه، الشوربه اللي انت شايلاها في الفريزر دي تعمل لك اي نوع شوربه في اي وقت كان. حد لا سمح الله تعب بالليل، سخن بالليل، عايز ياكل حاجه خفيفه، ابنك عايز يشرب معلقه شوربه دافيه تدفي بطنه عشان ياخد الدواء، الشوربه هتنجدك في الفريزر. من الحاجات برضو اللي ما تكسفش للناس اللي الميزانيه بتاعتهم ضيقه، وانت رايحه عند بتاع الفراخ اشتري هياكل. النهارده الهياكل بقى ليها تمن، الكيلو بقى بتمن النهارده الهياكل. فما تتحرجيش ابدا ان انت تشتري وانت رايحه تجيبي مثلا نص كيلو بانيه بتاعك، اشتري جنبه 2 كيلو هياكل، امسكيهم اغسليهم واسلقيها كويس جدا جدا جدا، خدي الشوربه بتاعتها اعمليها اكياس، هتنفعك برضو في طبيخ كتير قوي. والهياكل نفسها بتبقى عباره عن ايه؟ عن رقبه وجناحات، ولا ما اعرف بقى يقطعوا الجناحات دلوقتي. اعمل ايه بعد ما اسلق الهياكل قوي قوي قوي؟ امسكها انضف اللحم اللي فيها، ال2 كيلو دول انضف اللحم اللي فيهم، ممكن يرمي لي طبق كبير كده لحم فراخ. طب اعمل بيه ايه ده يا سومه؟ تعملي بيه صينيه نجريسكو، تعملي صينيه بطاطس وتحطي على وشها الفراخ اللي انت نزلتيها من الهياكل، تعملي بيها شاورمة فراخ، تقطعي عليها بصلايه قطايه قرن فلفل وتقلبيهم في بعض وتعملي شاورما فراخ للعيال. هي الشاورما اللي بتتاكل في الشارع دي فاكرين انها فراخ عاديه؟ اهي بتبقى فراخ بايظه ولا فراخ ميته ولا فراخ ما يعلم بها الا ربنا. على الاقل الفراخ اللي انت منضفاها بايدك من الهياكل فراخ. فما تتكسفيش انك تشتري هياكل وتعملي الخطوه دي، هتوفر معاكي كتير قوي في المصروف. البانيه، انا كنت بعمل كده في البانيه، اما اجيب بانيه بصراحه ما اكدبش عليكم الحته بتبقى كبيره كده، اروح قطعها نصين، اروح قطعها 4/4، مفيش مشكله لو انا عندي عيال صغيرين وبياكلوا على الغدا وبياكلوا على العشاء، انا لو على النص كيلو مش هلاحق. لكن لما اقطعه حتت صغيره نص كيلو ممكن يكفي معايا يومين لو انا عندي عيال صغيره. طب لو انا عندي عيال كبيره بدل ما ياخد حته هياخد حتتين 3، ايه المشكله؟ حتى لو الحتت صغيره اهو العيل واخد 3 حتت. وعلى حسب برضو ما انت بتبقى معوده عيلك، خلي بالك الموضوع ده تعود. وانا واثقه ان الناس اللي ظروفها تعبانه بيبقوا اولادهم سبحان الله ربنا كده بيبقى مسستمهم على الرضا، انهم يقبلوا باي حاجه ويقولوا الحمد لله، عن العيال المدلعه المتفرعنه. فزي ما بقول لك كده، هاتي نص كيلو قطعيه حتت صغيره،
ده احنا بنروح نشتري الاستريبس يا حاجه انت وهي مقطعين لي سلخه قد كده رفيعه قد كده وكلها عجين من بره، ونبقى فرحانين قوي واحنا بناكله. طب على الاقل دلوقتي انا بقطعه حتت صغيره وهو بانيه لحم صافي. فاعملي الخطوه دي برضو هتفرق معاكي جدا. طبعا وانا مش هوصيكوا على حاجه زي كده، لازم يوم من الايام في الاسبوع يمشي اي حاجه من البيت، اكل بايت، اعمل اي حاجه من البيت، واليوميه اللي انا خدتها النهارده دي اوفرها لبكره، احطهم على بعض واشتري نص كيلو لحمه، احطهم على بعض واجيب كيلو فاكهه للعيال جنب الاكل اللي هعمله لهم. المهم ان لازم انت وشطارتك بالشوربه اللي عندك في الفريزر، بالاجنحه اللي عندنا ونزلنا منها اللحم، ده كله يعوض معانا يوم، امشي بيه يوم. بعمل لحمه مفرومه اخد منها معلقتين، كل ما اعمل لحمه مفرومه اخد منها معلقتين لغايه اما يعمل لي كيس صغير امشي بيه يوم. لكن لازم تحطي في اعتبارك ده انت وشطارتك بقى، لو قدرتي تعملي كده يومين في الاسبوع وربنا كرمك وخلى العيال رضيوا وقبلوا، نمشي يومين في الاسبوع اي حاجه. واليومين دول اخد اليوميه اللي انا ما صرفتهاش النهارده احطها على تاني يوم، واشوف الورقه بتاعتي والليسته بتاعتي ايه الضروري اللي عايزاه للبيت واجيب. طيب الفكره اللي بعد كده، او مش الفكره بقى، خليني اقول لك ان احنا طبعا قلنا كل يوم بنشيل 5 جنيه من المصروف او 10 جنيه، صح الكلام؟ صح. حضرتك هتيجي بعد 10 ايام بتشيلي كل يوم 10 جنيه، بعد 10 ايام يعملوا 100 جنيه. هتاخدي ال 100 جنيه بقى دي تعملي بيها ايه؟ تنزلي تجيبي بيها خزين للبيت، تنزلي تجيبي بصل، تنزلي تجيبي بطاطس، تنزلي تجيبي طماطم، تنزلي تجيبي لو انت بتستخدمي فلفل رومي وحامي تنزلي تجيبي. المهم تجيبي كيس صافو، تجيبي كيسين صابون، 3 اكياس صابون ب5 جنيه. المهم ان انا املى البيت خير بال100 جنيه دي، وال100 جنيه دي هتساعدني في التوفير بعد كده، اللي هو انا مش هحتاج انزل اجيب بطاطس فوفرت معايا، انا مش هحتاج انزل اجيب مكرونه، جايبه كيلو رز نصين وجايبه 4 تنصاص مكرونه سايبه، فهتنفعني توفر معايا حاجه اشتري بقى بيها كيس صافو، اشتري بيها نص كيلو دقيق، اشتري للعيال كيلو فاكهه. يعني ال100 جنيه اللي انا بوفرها دي هتملى البيت خير، هيزق معايا يعني يومين 3 ولا اسبوع ولا حاجه انت وشطارتك. طبعا الله يعين الناس كلها، الله يعين الناس كلها، بس ارجوكي ما تنسيش ولادك من الفاكهه. ظروفك ضيقه، شوفي ارخص نوع فاكهه ايه في السوق وانزلي هاتي كيلو. مرتين في الاسبوع اعملي لهم اي عصير، انزلي اخر النهار، الاسعار بتبقى يعني متهاوده شويه اخر النهار في السوق، اي نوع فاكهه رخيص ينفع يتعمل عصير هاتي كيلو، هاتي نص كيلو، واعملي للعيال عصير واشربوا كلكم. مهم جدا انت تتغذي وعيالك يتغذوا، الفاكهه مهمه. عارفه الظروف ضيقه، بس حاولي ظبطيها. حاولي لقيتي شروه فراوله رخيصه هاتيها وخزنيها اهي تنفع. لقيتي الموز رخيص هاتي. عارفه الموز بيعملوه ازاي؟ انا بجيبه وجربته. بتجيبي الموز تقشريه، وبعد ما تقشريه تحطيه في اكياس، مثلا بتعملي الموز باللبن مثلا 4 موزات، كل 4 موزات في كيس وارمي في الفريزر. اما تيجي تعملي عصير تطلعيه تحطيه في الخلاط، عليه شويه لبن عليه شويه ميه شويه سكر، عملتي موز باللبن، بيبقى كانك عاملاه حالا. مثلا لو انت جايه لك زياره موز كتيره وهتبوظ كلها وتسود، قسميها كده في اكياس وهي متقشره وارمي في الفريزر. اهم حاجه ما تنسيش ولادك في الفاكهه. ويلا على النصيحه اللي بعد كده، البنوته الجميله اللي انا بقول لكم اتفرجت عليها وعجبتني افكار كتيره قوي منها. بتعمل ايه؟ حاجه بتقول لك انا هقوم ابني باللي عندي اكله. هي كانت بتقول الجمله كده بالظبط. بتقول ايه؟ انا هقوم مثلا ادور، عندي شويه فول مدشوش، عندي قطيتين وخياره، عندي كيس فول. تروح عامله طبق بصاره، تروح عامله الفول ده معرفش عاملاه بقوطه وطومايه ومظبطاه، وتعمل طبق سلطه بالخياره والقطيتين، وكانت تمشي الليله. فحضرتك ابني باللي عندك، افتحي درج المطبخ، ايه في شويه شعريه في كيس صغير كده. خلي بالكم انا قلت لكم ان انا بجيب للكشري ربع كيلو عدس بجبه. بعمل ايه؟ بقسم العدس بجبه نصين، بيبقى عندي تمنين، التمنين بعمل بيهم مرتين كشري، مع المكرونه مع الشعريه مع البصل مع شويه الصلصه، كله بيتضرب في بعضه وبناكل وبننبسط وهو يوم وعدى. فحضرتك تفتحي كده درج المطبخ بتاعك، عندي شويه عدس بجبه،
في معلقتين شعريه، عندي متبقي معايا شويه رز صغيرين كده، عندي كيس فيه شويه مكرونه، واروح قلبه الدنيا وعامله حله كشري. مصروف النهارده اللي انا وفرته ارميه على مصروف بكره، واشوف بيتي محتاج ايه من الضروريات المهمه قوي 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 قوي. الناس اللي بتاخد مصروف باليوم ما عندهاش رفاهيه ان هي تنزل تشتري خزين وتشتري حاجات، هي ماشيه اليوم بيومه. حضرتك بقى اما تحطي مصروف النهارده على مصروف بكره، شوفي بيتك محتاج ايه. عايزه تجيبي بيهم خزين، عايزه تجيبي بيهم نص كيلو لحمه، عايزه تجيبي ربع كيلو لحمه مفرومه، زي ما انت عايزه اشتغلي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم واستفدتوا منه واضاف لكم فكره جديده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناه، وتسيبوا لي دعوه حلوه ليا ولبناتي. وربنا يحفظكم كلكم جميعا، واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.